الجزيرتين بعد ما بقوا وفقا للصحف السعودية جزءا منها بعد أن أقر الحكومة المصرية ذلك. اللي حاصل يا جماعة فضيحة. قعدت برضو من ضمن انك تقعد تذاكر ادور على اي خلاف او نزاع ما بين دولتين حصل تاريخيا كده في اي حتة في العالم. الدولة الاولى تقول مثلا الجزيرة دي بتاعتي، الدولة الثانية تقول لا الجزيرة دي بتاعتي او حتة الارض دي او المنطقة الحدودية دي. وانا قاعد عمال بدور في هذه النزاعات ما لقيتش دولة واحدة في العالم اعلامها او قل اغلب اعلامها واغلب صحافتها وجزء من شعبها يهادي ويقول خدوها دي بتاعتكم، تصدق ويخلقوا المبررات. ما حصلتش في ولا نزاع ما بين اي دولتين على الاطلاق. احنا الحقيقه اصحاب اول مثل، ويا ريتنا نبقى اصحاب اول مثل او اول تجربه في حاجه عدله، لكن بنبرر استغناء بلدنا عن جزيرتين مصريتين بالتاريخ بالجغرافيا بدماء الشهداء اللي سالت عليها. وان كان طبقا لاحد يعني الشخصيات وهو رجل محترم جدا ورفيع المستوى جدا قال لي ده كلام عاطفي. قال لي كده والله امبارح في التليفون، يعني اي ده كلام عاطفي. قال له كلام عاطفي؟ احنا كنا بندافع عنها ليه واحنا كنا غفر يا فندم؟ قال لي ما انا عايز اقول لكم ان هم شايفين ان الموضوع ما يتعملش عليه استفتاء اصلا. اه والله